السلام عليكم. هل يجب لكم مراجعة المجتمع للتراث خلال هذا العام كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، ذلك داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله. وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا من مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة قصد رفعها إلى جلالة الملك نصره الله. وهاد اشتغلت الهيئة وفق مقاربة تشاركية واسعة عبر تنظيم جلسات الاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال ديال المرأة وديال الطفولة، حقوق الإنسان، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، قضاة، ممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية. كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني، ثم انكبت بعد ذلك على دراسة هذه المقترحات اللي انبثقت منها هذه المشاورات التشاركية الواسعة. أغتنم هذه المناسبة لأجدد التعبير عن خالص شكري وامتناني لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك نصره الله على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوارها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي. شكرا.